وانا في كليه علوم دخلت امتحان في الاول وانا عاوز اطلع من الاوائل اللي عندك الجامعه والكلام ده كله. فالراجل الدكتور عمل لنا امتحان دسم واحنا من الناس الدحيحه يعني، كنت بذاكر جامد. فنقصت 3 درجات في الامتحان. خرجت مكتئب انا والعيال الدحيحه اصحابي. اللي نقص مننا درجتين، نقص درجه وانا نقصت 3، خارجين باكتئاب شديد جدا. ولقينا واد زميلنا هو جاب 3 درجات في الامتحان كله والباقي كله غلط. خارج مبسوط قوي. يا واد مبسوط على ايه؟ يلا ده احنا كان عندنا اكتئاب. الواد ده كان دماغه عندك يعني عادي مفيش اي مشكله. فقول له انت ليه مبسوط؟ قال انا حليت 3 اسئله كلكم وقعتوا فيها وانا حليتهم. عايز اقول انت متى احنا فعلا غلطنا في الاسئله دي، هو حلها. هو بص بيعمل ايه؟ بص يا عم، بص بانرجي بيديها لنفسه، بص الطاقه الايجابيه بتاعته. يا واد ده ما بصش على ال3 ارباع الفاضي، بص على الربع المليان، بص على ال3 درجات دول بس اللي جابهم، وبص ان هو شجع نفسه وقال ايه؟ ده العيال الفطاحل ما عرفوش يحلوها وانا حليتها، مش مشكله الضغط منه كله. اقول لك على حاجه، دكتور في جامعه القاهره دلوقتي، الطالب اللي بقول لك عليك ده اللي احنا كنا طالعين فطاحل هو دكتور في جامعه القاهره. عارف هو نجح ليه؟ احنا ما عرفناش ننجح زيه ليه؟ ان هو كان بيتعلم من اخطائه، كان بيشجع نفسه، كان بيقوي نفسه. انت ناوي تعمل ايه؟ اللي عمال يكسر في نفسه ده ريت تكونوا اتعلمتوا من اللي انا قلته ده. اللي بيكسر في نفسه دوت ما بيعلاش، ده بيوطى. انت بتسيبي الحاجه ما بتذاكرهاش وتقولي انا مش هقدر اوصل، هتنزلي. بتسيبي وتقول لا انا ما جبتش درجات بعد كل المذاكره ديت، هتقع. لكن الطالب اللي بيشجع نفسه وبيقول ايه المشكله، انا هتعلم، انا هزود من مجهودي، ويعني الحاجه ده انا حليت حاجه، ده انا جبت سؤال جامد جدا والله العظيم، بيشجع نفسه هيعلى. عارف انا بقول ايه؟ الاخطاء ديت لو اتحطت طوب كده ووقفت فوقيها هتخليك فوق قمه الهرم. اخطائك تحطها تحت جزمتك ووقفت فيها واحده واحده هتبقى فوق قمه الهرم، اعلى قمه. اخطائك ما تبقاش فوق راسك، تحت جزمتك، اتعلم منها. كشكول الاخطاء ده جاي يقول لك كده، حط اخطائك تحت جزمتك ودوس عليها واعلى، اتعلم من اخطائك تقطع عندك لفوق، ما تعلمش تنزل. افهموا يا جماعه الكلام كويس، افهموا يا باشا ان نوار ده بيحبكم. انا بحط الامتحان، انا بحط اسئلتكم، انا اللي بديها لكم. انا اقدر يا باشا انيمك، اقدر ادي لك امتحان وخلي شعب مصر كله بياخد عند نوار عشان طلابه بيجيبوا اعلى درجات. بس لما بيوقفوا قدام اخر الامتحان هتشتمني. السنه دي لو عندي طلبه السنه الجايه ما عنديش ولا طالب. ليه؟ ما جابوش درجات كويسه. زي سين وصاد وعين وانت عارفهم كويس. سهل بسيط، بنجيب درجات مبسوطين، بنمسك كتب بنحل مش عارفين نحل، بنخاف نمسك ملازم اي مدرس مش عارفين يحلوا. انت يا باشا تقدر تمسك اي ملازم اي حد، انت تقدر تحل اي حاجه. انا يا باشا موافقك على رجلك جامد جدا، بس انت انشف، انت انشفي. انا شفت في المراجعه طلبه وجات لي مصر الجديده والكلام ده كله، شفت طلبه كانت جايه يأسه، وانا ما بحبش طلابي يبقوا كده. طلابي اللي انا بربيهم وبعلمهم لا، اوعوا تيأسوا. بكلم كل طالب في حلوان، في المعادي، في مصر الجديده، في اسماعيليه، في اسكندريه، من اي حته يا جماعه، بكلم كل الطلبه من كل مصر اللي بتسمعني. اوعى تيأس، والله هتتعلموا من اخطائكم وهتعلوا وهتوصلوا، وما يهمكش. وانا بقول لك الكلام ده دلوقتي لان ان شاء الله سبحانه وتعالى قدام هتعرف معنى كل كلمه انا بقولها لك، هتزودك وهتقف عندك على رجليك جامد جدا، وانا في ظهرك مش هسيبك تقع. افتكر الكلام ده كويس، مش هسيبك تقع ان شاء الله سبحانه وتعالى، وهفضل وراك واقويك. تعلموا من اخطائكم يا شباب، بالتوفيق. السلام. بص اسمعها مني بقى، اسمعها مني. طالب ثانويه عامه يجي عليك شهر يناير، يجي عليك شهر يناير وكل وقتك مش للمذاكره، ما تعيطش يا حبيبي. يعني ايه لسه الكلام ده؟ يعني انت بتاكل وبتشرب وبتصلي وبتنام وبتروح دروس. طب اللي فاضل بقى من الوقت اللي فاضل بقى اعمل ايه؟ بذاكر. يعني يا مستر فيسبوك مفيش بقى زفت بقى دلوقتي، فيسبوك ايه وبتاع ايه بقى؟ لا في مذاكره، ومذاكره بنظام، وفي حاجه اسمها شورت تيرم جول، بعمل هدف قصير ان الاسبوع ده هخلص ايه. ان شاء الله على بال ما اخلص الشهر ده هكون وصلت لايه. لازم الكلام ده تبدا فيه من دلوقتي، ما ينفعش تاجل عن كده. انت في شهر يناير ليه بقى؟ افتكر لحظه وانت بتدخل رقم جلوسك والنتيجه طالعه، ما تجيش ساعتها تعيط بقى. طب ليه؟ انا خلاص هعمل اللي عليا من دلوقتي. انت فاهم؟ هنظم، هبقى منظم. انا كل وقتي مذاكره دلوقتي، بلاش دلع. تمام؟ بلاش دلع. ليه؟ علشان اللحظه دي اعمل حسابك. وانا بشوف مجموعي هتيجي ساعه، لا بس انا تعبت في شهر 4 وشهر 5. ما انت هتنجح شهر 4 وشهر 5 دول، هتنجح. عايز تنجح، ده املك انك تجيب 57%، ولا انت عايز تجيب فوق 90%؟ ابدا من دلوقتي بقى، ما فيهاش هزار. او مثلا بتحل فيه اي ماده معينه خلاص كده وام سي كيو وتهبد ويطلع صح. بيحصل الحوار ده يا جماعه، بتحل مثلا في حته معينه ويطلع صح، مع انها هبدايه بس صح. ركز بقى،
على فكره والله 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 بيحصل في الفاينل. طيب وانت بتهبط في الفاينل بقى، لو طلع الهبد ده صح يبقى ربنا معاك وموفقك وميسر لك الدنيا وامك بعيالك. خلاص، واحتمال يطلع غلط، ما هو الاجابه من 4 صح ولا ايه؟ فاحتمال انك تختار الصح كام؟ 25%. فلو طلع صح يبقى انت ربنا موفقك وميسر لك. خلي بالك كمان حاجه يا شباب من مظاهر التوفيق، انك مثلا قبل امتحان الاحياء قاعد بتراجع كده الصدفه وبتاع، ففي صفحه كده انت كنت معلم عليها، اما اقراها في الاخر الامتحان. هو ايه اللي حصل ده؟ ده ما حصلش حاجه، ده ربنا خلاك تقراها والله العظيم. طب ده بيجي امتى يا شباب؟ ده بيجي بالاجتهاد، مش بالعبط والهبل والشغف والكلام ده كله، مش بالدراع. خلي بالك، ولا بتغش يا جماعه. مفيش حد بيغش يجيب 99 ولا 96 ولا يجيب مجموعه كبيره كبيره، مفيش. لازم يكون شاطر. غش بس هو شاطر برضه. فاهمين حاجه؟ مفيش بليد ميح بيغش يجيب مجموع، استحاله. عارف؟ مش عارف يحل، مش عارف يكتب. خصوصا مع المقال، يعني مثلا ممكن يحصل ده كلام مثلا اللي فات، لكن في مقال بقى الفاشل مش عارف يكتبه. والله لو قلت له ما يعرف يكتبه، والله بحلف. والله لو مليته في التليفون اجابات ما هيعرف يكتبها لانه فاشل. ولو كتبها ربنا برضه مش هيبارك له، مش هيوفقه، لانه برضه فاشل ما ذاكرش. خلاص؟ طيب انت لو كنت فاشل طول السنه وشديت الفتره اللي جايه تبقى حاجه كويسه، والله تبقى حاجه كويسه، وتلحق تبقى حاجه كويسه ان شاء الله، وربنا يكرمك يا سيدي. بس الفتره الجايه اجتهد. وصدقوني يا شباب، لو اللي فاتوا عدوا بسرعه فاللي جايين صاروخ حرفيا، مش هتحس. شهر في الامتحان، كمان شهر مراجعه نهائيه، كمان شهر واحد بس مراجعه نهائيه. متخيل؟ ويا ما ادراك بقى المراجعه النهائيه بقى شهرين كده، بص من الفضاء بيعدوا بسرعه جدا جدا جدا. والشاهد يا شباب، الشاهد ما يبقاش حد فيكم عنده مجهود ويستخسر في نفسه، ما تستخسرش في نفسك مجهود جسدي او ذهني. هتتعب دلوقتي عشان بعدين تتعب وانت مبسوط، مش عشان بعدين ترتاح خالص. مفيش راحه بعد كده، خلي بالك، ده مجالك في المستقبل، والله ما في راحه بعد كده يا جماعه، بس تتعب في المستقبل وانت بتكلم. تعب بيديك هرمونات سعاده. انا واقف مطحون دلوقتي قدامكم بس انا مبسوط من زيكم مثلا، بعمل حاجه بحبها. خلاص كده؟ في الكليه بروح مثلا تعبان جدا بس بحب الكليه فبتهون عليا، لكن لو انا الكليه مش بحبها والله ما اعرف اكمل فيها يا شباب. كده هو الفكره كلها معادله كده يا شباب. لو انت في مكان بتحبه هتجتهد فيه على قد ما تقدر وهتتحمل ضغوطات وصعوبات. تمام؟ فتعبك دلوقتي هيخليك تتعب في المستقبل وانت مرتاح وانت مبسوط. خلاص كده؟ يا شباب ارجوكم مستقبلكم والله يا شباب متوقف على الثلاث شهور دول. ما تسمعش من اي حد معلش سامحني يعني بيقول اي كلام يقول لك ايه ثالثه ثانوي مش مهم في الدنيا، ثالثه ثانوي مش نهايه الحياه. لا، هي بالنسبه لك مش مهم في الدنيا، بالنسبه لك دلوقتي نهايه الحياه. عارف بعد ما تخلص هتقول لك الكلام ده مصبرك بيه عشان ما تعيطش. والله العظيم. مش كل النجاح طب وهندسه بس، لا، النجاح يا جماعه الثالثه بمجموع كبير له طعم مختلف تماما. وساعات النتيجه انا اللي بقول الكلام ده خلي بالكم بعد النتيجه بصبرك، بقول لك بصرح بصبرك ليه؟ مش ما تعيطش، ما تكتئبش بس. لكن الصح تجيب مجموع فرح اهلك وانت تفرح. انت كده يا جماعه الايام الجايه يلا بينا نكمل.